أفضل اللحظات الأسطورية لشقيق لامين يامال جاءت مرتبة بهذا الشكل. في المركز العاشر استمتع بمشروبه خلال عطلة الصيف، أما في المركز التاسع فكان المشهد الشهير عندما وجه ضربة إلى نيكو ويليامز في منطقة حساسة. المركز الثامن تم تخصيصه لاحتفاله بعيد ميلاده، وفي السابع عندما رفع عينيه منزعجا بطريقة طريفة. في المركز السادس ظهر وهو يركض للحاق بلامين حتى يأخذه لمقابلة النجم ترافيس سكوت. أما المركز الخامس فكان خلال نهائي كأس الملك حين رقص واحتفل مرتديا نظارات. في المركز الرابع شارك لامين يامال نفسه رقصة مميزة أبهرت المتابعين. وعند دخول المراتب الثلاثة الأولى جاء المركز الثالث بموقف طريف عندما جلس مع شقيقه يصنعان تعابير مضحكة بعد أكل قطعة بسكويت. المركز الثاني كان مطاردة لا تنسى من قبل تميمة برشلونة التي ركضت وراءه وأضحكت الجمهور. أما المركز الأول والأكثر تداولا فهو حين تجاهل أليكس باديلا حبيبة لامين السابقة في لقطة أثارت ضجة واسعة. هذا الترتيب جعل من شقيق لامين يامال أيقونة لحظات عفوية وممتعة لم يكن أحد يتوقعها. فما هي لحظتك المفضلة من بين هذه المواقف؟